بسم الله الرحمن الرحيم. عزيزي المشاهد وعزيزتي المشاهدة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أحييكم في الحلقة الأولى من برنامج مع اللغة العربية. آمل أن تكون هذه الإطلالة عبر شبكة سلام الإعلامية إطلالة مختلفة عن ما أقدمه في البرامج والمراصد الإذاعية والتلفزيونية الأخرى. في البدء دعوني أتقدم إلى الله سبحانه وتعالى أولاً أن هيأ لي من أمر الإعلام الإسلامي أن أتحدث عن الإعلام وعن قضايا الإعلام وعن ما يربط الإعلام تحديداً اللغة العربية من منظور إسلامي، بمعنى أن هذا البرنامج الذي يأتيكم أسبوعياً بإذن الله تحت عنوان مع اللغة العربية ستكون منطلقاته منطلقات إسلامية بحتة من خصائص ومفاهيم ونظريات الإسلام وتحديداً الإعلام الإسلامي. ربما قد لا ينعدم من يستغرب هذا المصطلح الإعلام الإسلامي، لأنه الناس ما عادت تتحدث عن الإعلام كمنظور إسلامي أو من منظور إسلامي، لأنه الإعلام حقيقة يعني نشأ في المدرسة الغربية وصاحبته أو يعني كتب منظروه عدد من النظريات، وكلها كانت في المدرسة الغربية. لا نستطيع أن نقول كانت من منظور مسيحي، لكن هي قاربت بين هذا وذاك، ولكنها لم تكن قريبة جدا من المنظور الإسلامي. بعد فترة من الزمن علماء المسلمين الذين انخرطوا في العمل الإعلامي نظروا لهذا الإعلام من مفهوم إسلامي، أو خلونا نقول وظفوا هذا الإعلام الغربي الذي نشأ في الغرب بمفاهيم مدنية علمانية أيا كانت، فنظروا لهذا الإعلام فنشأت نظريات الإعلام الإسلامي. وحقيقة نحن أيام الطلب في جامعة عبد الرحمن الإسلامية أحيي أساتذة الكبار الذين تعلمنا على أيديهم فنون العمل الإعلامي. واحدة من المواد التي درسناها في جامعة درمان الإسلامية كانت مادة الإعلام الإسلامي. وهنا أحيي أستاذي الدكتور صلاح محي الدين، ذلك الهرم الإعلامي إذا توفي الله يرحمه ويحسن إليه، وإذا كان على قيد الحياة أتمنى له الصحة والعافية، لكن في ذلك الوقت كان يقارب يعني قد تخطى 70 عاما، الكلام ده في السبعينيات. على كل له جزيل الشكر على ما أتحفنا به وخلانا نكون مشبعين بتلك النظريات الإسلامية الإعلامية. له ولعدد من أساتذة الكبار في جامعة أم درمان الإسلامية لهم التجلة والتقدير على العطاءات العلمية والأكاديمية التي منحونا إياها. ثم لا بد أن أشير في هذا المدخل أو في هذه الحلقة التعريفية ببرنامج مع اللغة العربية الذي سيأتيكم كل أسبوع على شبكة سلام الإعلامية. لا بد أن أشير أنه طيلة فترات السنوات 3 عقود من الزمن أمارس هذا الإعلام وأكثر من 30 عام، لكنني حقيقة لم أمارس العمل الإعلامي الذي كنت أمارسه ولا أزال أمارسه في عدد من النوافذ الإذاعية والتلفزيونية من منظور مفهوم الإسلام أو من منظور الإعلام الإسلامي. وأعرف لأنه الجمهور الذي أتوجه إليه سواء كان مشاهدين ومتابعين أو مستمعين هم من شرائح مختلفة، ولذلك أتماهى مع ذلك الإعلام من المنظور والنظريات الغربية التي نطل عبرها. ولكن كانت أمنية حقيقة أن أمارس الإعلام
من منظور إسلامي كما قلت، لأنه جزء من تركيبتنا وجزء من ثقافتنا وجزء من قيمنا ومثلنا الحقيقية هو هذا الإسلام الذي أعتز به. ولا أشك أنه المشاهد الكريم يشاركنا هذه المشاعر وهذه الأحاسيس وهذه القيم. وبالتالي بالنسبة لي ستكون، وحقيقة أنا حتى في ممارسة العمل الإعلامي سواء كان في الإعلام الرسمي داخل إريتريا أو خارج المنظومة الحكم، يعني برضو لم أحد كثيرا عن نظريات الإعلام من منظور إسلامي، لأنه الاختلافات هي اختلافات طفيفة واختلافات في القيم والمبادئ والرسائل، ولكن برضو هنالك ما يجمع الإعلام من منظور إسلامي ومن منظور غربي. وقدر الإمكان وقدر المتاح كنا نتماهى بين هذا وذاك. وأنا أسأل الله أنه الفترات السابقة وما أقدمه الآن في المراصد والنوافذ الأخرى أن تكون برضو في ميزان حسناتنا إن شاء الله، ولا نكون بعيدين كل البعد عن مسؤولية الإعلام سواء كان من منظور إسلامي أو غيره. لكن أؤكد سعادتي مرة أخرى أن أمارس هذه الإطلالة في برنامج مع اللغة العربية من منظور الإعلام الإسلامي. وكثير من المنظرين لنظريات الإعلام الإسلامي يعني إن شاء الله متى ما دعت الحاجة سنستعرض وإياكم شيئا من ذلك. الآن سيداتي سادتي بعد فاصل قصير جدا جدا أعود وأعرف بهذا البرنامج مع اللغة العربية. لماذا هذا البرنامج؟ ما هي أهدافه؟ وما هي رسالته؟ وما هي الأسس التي يرتكز عليها؟ ولماذا هذا البرنامج كما قلت؟ وغيرها من التساؤلات الكثيرة أنا سأحاول أن أطرحها في هذا البرنامج والحلقات القادمة، ولكن هذه هي الحلقة التعريفية الأولى. أرجو لكم سيداتي سادتي مع هذا البرنامج متابعي شبكة سلام الإعلامية أرحب بكم باسمي وباسم كل طاقم العمل. سنسوح في هذه اللغة الجميلة ونقدم أدبيات وأفكار وطرف وقواعد وشيء من هذا وذاك، لكن أرجو ثم أرجو ثم أرجو أن تكونوا أنتم أعزائي المشاهدين جزءاً من هذا البرنامج والجزء الأصيل، لأنه أي برنامج إعلامي ما لم تصحبه آراء وردود الفعل وتقديم المشورة والاقتراح ورجع الصدى فيما يعرف بالإعلام، الفيدباك وغيره وغيره، من المتلقي إلى المرسل. والآن النظريات الإعلامية الحديثة بتقول إنه المتلقي أصبح مرسل والعكس بالعكس. عندما تتلاقى هموم المرسل والمتلقي بتكون في فوائد ومردود للبرامج أيا كانت. من هنا أدعوكم سادتي أن تكونوا جزءاً أصيلاً من هذا البرنامج في النقد والنقد البناء وغيره. قولوا رأيكم بكل صراحة فيما يتطرق إليه هذا البرنامج. لحظات ونعود إليكم بعد قليل مشاهدين الكرام في شبكة سلام الإعلامية.